في إطار سعيها لاستقطاب لاعبين ومواهب شابة لتعزيز الفريق والاستثمار في المستقبل، وبعد قضائه فترة اختبار مع النادي، إدارة الرجاء تتعاقد مع اللاعب الشاب عثمان الشرايبي. وفيما يلي أهم محطات مسيرته الاحترافية، ولد الشرايبي في 23 فبراير 2003 في الدار البيضاء المغرب، ويبلغ من العمر 22 عاما. تخرج من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وكان قائدا سابقا لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، حيث خاض حوالي 7 لقاءات دولية. يلعب في مركز وسط ميدان دفاعي متوسط ميدان مركزي، ويبلغ طوله نحو 170 سنتيمترا. انضم إلى نادي ميتز الفرنسي في أكتوبر 2022 قادما من أكاديمية محمد السادس، وبدأ ضمن تشكيلة الفريق الرديف في الدرجة الرابعة. في ماي 2023 وقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق كأول خطوة للاحتراف في أوروبا. رغم ذلك لم يظهر مع الفريق الأول لميتز خلال مواجهات الدوري الفرنسي، بل اكتفى بالمشاركة مع الفريق الثاني وبعض المباريات الاحترافية الودية. سرح اللاعب بالإعارة إلى فريق شاتورو في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، حيث قضى 3 مواسم. هذه التجربة كانت فرصة لتطوير مهاراته وكسب خبرة في البطولات الأوروبية الصعبة. انتهى عقده في صيف 2025، وأعلن رسميا عن مغادرة عثمان الشرايبي لفريق ميتز بعد انتهاء عقده ليصبح لاعبا حرا. ويتميز الشرايبي بالتدخلات الحاسمة والسليمة والتمركز الجيد وسلامة التمريرات وقوة الشخصية رغم صغر سنه، كما أنه لاعب مبادر نحو الهجوم، ما يساعد فريقه على البناء والتحول السريع. عثمان الشرايبي فعلا صفقة ناجحة للرجاء، تحمل تجربة أوروبية هامة قد تفيد الفريق حاليا وفي السنوات القادمة. نشكركم على المتابعة.